اسعد الشرعي الذي لم يتغير، ونشوفوا بان هاد المغاربه استطاعوا ان يجيشوا، واستطاعوا ان يقوموا كلنا مغاربه ضد القرش وضد كذا وضد كذا. هذا دليل على ان العيب ليس في الشرع، بل العيب فينا. وعندما يتكلم ابو الهيثم عن التخوين وعن التشكيك، العقيده تزرع، لا يتكلم بمنطق السب. وانت حاولت على انك اخويا سعيد من وجهه نظري على انك تباناليزي هذا الموضوع، مررت عليه مرور الكرام. لا لا والله. وبنفس الطريقه نقول لابو الهيثم واحد التعليق نتاع عبيره شفت فيه الالم، وعودته 7 تاع المرات وانا كنشوفه وكنميك عليه. ولكن نقولها للسي مصطفى، كتقول انا ما درت والو وتسبيت من طرف ابو الهيثم، وبقات عندها مراره. كنصنعوا ناس مرضى نفسيين، كنصنعوا ناس مجروحين بكون اننا كنتفاعلوا في هذه مواقع التواصل الاجتماعي دون ضوابط. وانا كنهضر على راسي حتى انا نفس الشيء. السي سعيد، هذه العقيده نتاع التشكيك ونتاع التخوين ونتاع الترهيب هي عقيده تزرع من طرف مجموعه تسمي نفسها بالوطنيين. انا باش نجيك اخي سعيد نقول لك بصراحه العباره، اذا كان لنا معنى هذا التواجد ديالنا في هذه مواقع التواصل الاجتماعي، يجب ان نثبته بغض النظر عن الحسابات التيك توكيه الضيقه. الامر واضح يا ودي السي سعيد، وانا متاكد مليار في المية على ان الخطاب الذي تؤسسه الان والذي تقول به الآن والله ثم والله ليس خطاب، لست مقتنعا به، لأن ذكاءك يدفعك إلى أن ترى، وأنت من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن ترى الأمور من فوق. وأنت عارف طبيعة الخلاف، وأنت عارف علاش هذا الشيء هذا انقال. إذا ما أعيبه عليك أخويا سعيد على أنك تريد أن تخلق نوعا من التوازن يتماشى مع السي عبد الله كتبغي تقول لنا بان السي سعيد ابنوخ يكون بحال المنشر طالع هابط واكل طالع واكل؟ لا 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 مصطفى، ما تميعليش المداخلات ديالي، الله يرحم الوالدين. انا ما اعيبه عليك اخويا سعيد هو انك تعطي للجمهور ما يريد ان يسمع، ولكن هذه مزيانه، ولكن في نفس الوقت يجب ان نسجل مواقف عندما يقتضي الامر ذلك، لاننا نتكلم باسم الوطن وباسم الوطنيه. هذا هو الاشكال اخي سعيد. تحياتي. سي سعيد باختصار اللي بغى يقول لك انا كنظن السي عبد الله هو انك انت ديما خصك تكون مع الرابحه، فيما كانت الرابحه انت واقف مع السي سعيد. هذا هو المهم التواجد ديالك في التيك توك. تفضل سي سعيد. انا عاودت قلت انني كنت اول واحد من هاد الاخوان اللي عندهم منصات في التيك توك، اول واحد اللي عندهم منصات. كنتكلم على هذه الهجمه هذه، ما كنتكلمش على سابقا ملي كان الصقر الحر كيضرب بوحدو. كنتكلم دابا في هذه الهجمه، هذا الخلاف الاخير. اول واحد. انا لم انتظر لا الرابح ولا الخاسر، وانا كنت شوف، وكان من الممكن نكون خاسر، وكان من الممكن يكونوا الاخوان اللي ما يقتنعوش بالخطاب ديالي غيهاجموني، وكنت غناكل العصا، وانا اخذت ذلك بعين الاعتبار وكنتحمل مسؤوليتي. انا نهار اللي غادي يبقاو عليا غير 100 واحد كيبقاو يسبوني ولا يقولوا لي كلام خايب، والله ما نبقى نزيد نهار في التيك توك، والله ما نزيد نهار في التيك توك. انا شوف العاطفي، انا عاطفي، انا انسان عندي كرامه، انا عندي كرامه، ما نرضاش راسي انا نسمع السبان. انا واحد المره قالوا لي الاخوان علاش ما كتدخلش في هادشي ديال المبادرات وكذا 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 وكذا. قلت لهم الاخوان انا الا كانوا يشكوا فيا ثلاثه الناس بانني كندي شي فرنك لشي حد ولا كنشفر، والله ما نزيدها غرام في هذه المواقع التواصل الاجتماعي. كاين شي حاجه سميتها ليماج ابن عمي، انا هاز واحد ليماج ماشي غير نتاعي فقط، انا عندي وليداتي انا بغيتهم فين ما مشاو ملي يسمعوا السميه نتاع ابرنوس يفتخروا بها، ماشي كيسبوهم ويعايروهم وكذا وكذا وكذا. انا كنقول لكم الاخوان، عقليه الضحيه تلعبت مزيان في هذه 5 ايام 6 ايام، لعبها اسعد الشرعي، لعبوها اخرين، وما بغيتكمش نتوما تلعبوها. انا راهي الا جيت نلعب عليكم عقليه الضحيه اقسم بالله حتى ندير لايف ب 20. السؤال المركزي اللي طرحته وانا طرحه عبد الله، ماذا تغير؟ خليني نعبر شويه ما تنساش هذا السؤال الله يخليك، ماذا تغير في اسعد الشرعي حتى هاجموك؟ ايوا
خليني نعبر شويه صاحبي، خليني نعبر شويه. انا نقسم لكم بالله لو كان نلعب لكم دور الضحيه وماشي غنلعبوا، غنجيب لكم الدلائل ما ياتيني في الخاص، ما تستقبله من هجومات، من تهديدات، من كذا، والله حتى ندير لايفات ب 20 كا، لاني اعرف جيدا ان المغاربه فيهم واحد الجانب كبير ديال العواطف، وغادي يتضامنوا معايا بداك البكائيات. غادي نجي ندير لايف نتاع البكاء، نقسم لكم بالله حتى نوصلوا، حتى نربح جمهور من تريبلي على هذا الجمهور اللي عندي. الا كان عندي جمهور انا كنعتبرهم خوتي واصدقائي وولاد عمي وبنات عمي، ما كنبغيش انا واش شفتوني شي نهار شكاء ولا بكاء في هذا التيك توك؟ جامي. ايوا لا بغيتي، الا كنا بصح غادي نديروا شي خصومه، وكنقول هنا كنهضر مع اسعد الشرعي، كنقول له اسعد الشرعي ما تلعبش دور الضحيه، لانك فعلا ظهرت في مواقع كثيره بكاء وشكاء. ايوا ترجل معنا الله يرحم لك الوالدين. هذه نقطه، هذه كنقولها خارج، هذه غير ميساج بغيت نوصل باش ما نكذبش عليكم، نكون واضح. انا الوضوح عندي والحرام كيدير لي المشاكل. ما علينا، نرجعوا سميتو ما الذي تغير. والله ما رايت احدا اغمض منك يا ودي يا سعيد. سي عبد الله شد الميكرو الله يرحم الوالدين قبل ما نهبط، خلي الاستاذ سعيد يكمل المداخله ديالو الله يرحم الوالدين. على غميقه السي عبد الله، داك الممارسات ديالك في المباشرات الاخرى ما تمارستهاش مع لا معليش، مره مستملحه، ماشي مشكل. السؤال المركزي: ماذا تغير في اسعد الشرعي حتى هاجمتموه ونحن احتضناه؟ تفضل سي سعيد. الذي تغير هو انه صار يهجم صار يهدد المغاربه بالمغاربه، صار يحرض المغاربه على المغاربه. أنا هذا هو الحاجة الوحيدة التي ما تزال راسخة عندي كمبدأ. أنا راه مغربي يخلق لي الزعزعة بين المغاربة غادي نهجم عليه، وبالأحرى واحد ما عرف منين جا ملقط، ها هو في السعودية، ها هو في قطر، ها هو في فرنسا، ها هو في لندن، ها هو في المغرب. أنا راه مغربي غادي يجي دابا شي واحد، راه أبو زيد شفتوا المقرئ أبو زيد، درت عليه 2 فيديوهات. واش كاين شي واحد هجم على سميتو على وزير العدل كما درت انا؟ الا مهدوي زايد شويه عليا، انا يمكن الثاني. وزير العدل المغربي يا صاحبي، مغربي وزير العدل، عنده بوست نتاع وزير العدل السي وهبي، ودرت عليه 2 مش من 2، درت عليه شي 5 نتاع الفيديوهات. ودابا غادي نمشي نتهجم على واحد، غتقولوا لي لا راه مغربي، ما مغاربه ما اكثر من المغاربه. انا هذا الحق ديالي مارسته مع مغاربه قبل ما نمارسو انا مع اسعد الشرعي. وبالتالي انا الا كان شي واحد غادي يحرض المغاربه على مستوى العرق او الاثنيه او الدين او ما الى ذلك، راه وقع واحد التجاوز من طرف واحد الاخت البارح تجاه واحد القبيله من القبائل الكبيره هنا في المغرب، ولكن لحسن الحظ انها اعتذرت، ولحسن الحظ انها اعلنت انها غادي تمشي ترتاح، لانه فعلا العقل ديالها عيا. فانا كنحييها، الا كانت بصح غادي تنسحب تمشي ترتاح شويه، لانه فعلا وصلت لواحد المستوى ديال التهجم على الاثنيه من داخل المغرب. كنعطيكم غير نموذج، انا كاين غير نموذج كنعطيه لكم باش نعرف، باش تعرفوا سعيده بنوس على ايش راكب. وما بغيتش نفتح لايف ونجبدها، ولكن تواصلت مع واحد السيد في الخاص وقلت له وصل الميساج لهذه الاخت هذه، نقول لها تمشي ترتاح، لانه فعلا الامر راه الا مشيت حتى خرج تعاود راه غادي نديروا شي فضيحه. اللاعب في المشتركات المغاربه والمشتركات الصغرى ديال الدين والاثنيه والعرق والمناطقيه والفئات الاجتماعيه مرفوض من طرف سعيده برنوس. انا نهضر على راسي، ما تلصقوني حتى مع شي واحد اخر. ها انتم كبرتوني هنا بوحدي، ايوا عطيولي وما تقصروش. انا شوف، عطيولي كما بغيتو،